حبايبي، قبل ما يبدأ الفيلم تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. تعالوا نشوف سانجو ازاي حياته هتتغير لما يحب. واكيد طبعا الصداقة اهم حاجة في الدنيا، لكن تعالوا نشوف فعلا الصداقة هتفيده ولا لا، وتعالوا نشوف سانجو هيقدر يرتبط بالبنت اللي هيحبها ولا لا. طب لو عاوزين تعرفوا انا بقصد اقول ايه، تعالوا بينا نشوف الملخص مع بعض، بس يا ريت تكملوا للاخر ويلا بينا. يبدأ فيلمنا بجياتري وهي بتصحي ابنها سانجو الساعة 5 الفجر، وبتقول له قوم اضرب الولد اللي عاكس اخت صاحبك. يا حاج اهدي وانا مالي. فبيقوم سانجو بسرعه وبتديله مامته شومه وبتقول له اضرب بيها عشان ايدك ما توجعكش. مامته دي ولا مرات باباه. وبياخد سانجو اصحابه وبيروحوا يتخانقوا مع الشباب دول، وبيصحى خال سانجو وبيسال اخته على سانجو، فبتقول له هي فرحانه قوي راح يتخانق وانا بحضر له الاسعافات الاوليه. يا شيخ ايوه عشان لو رجع مجروح. فبيقول لها انت متاكده انك امه الحقيقيه؟ والله انا كمان زيك شاكه في الموضوع ده، اكيد دي مش مامته ابدا. وبيرجع سانجو على البيت ومعاه كاليان وكافيا متجوزين، فبتقول له مامته انت كنت رايح تضربه ولا كنت رايح تجوزه؟ فبيقول لهم سانجو انا فعلا ضربته، لكن وسط الخناقه قال لي كاليان انه ما كانش بيعاكس كافيا وانهم بيحبوا بعض، فاتصلت على اعز اصدقائه واتاكدت منهم ان هو بيقول الحقيقه، وبعدها جوزتهم على طول. فبيقول له بابا وازاي قدرت تقنع اخو كافيا؟ فبيقول له ابدا ضحيت بصداقتي ليه علشان حبه. وبيقول له كاليان الحمد لله ان فكره الاتصال على اصحابي دي جات لك، والا كان زماننا لسه بننضرب. فبيقول له بابا سانجو في الحقيقه دي فكرتي انا. وبيرجع بالاحداث لورا، وبيرجع سانجو على البيت الصبح وبيساله بابا انت كنت فين امبارح؟ فبيقول له كنت بذاكر عند صاحبي ساتيش ولما اتاخرت نمت عنده. فبيتصل بابا سانجو على ساتيش وبيتاكد منه، وبيقول له سانجو دايما ظالمني كده ومش بتصدقني ابدا. فبيقول له بابا اصلي ظالم يا حرام. اتصل لي بقى على اشوار وبيسال الاب اشوار سانجو نام فين امبارح؟ فبيقول له عندي لاننا اتاخرنا واحنا بنذاكر. فبيقول الاب لسانجو يا سبحان الله كنت نايم في بيتين في وقت واحد يا ابن المجانين. وبيزعلوا على كذبه. وبنرجع للحاضر تاني، وبتقول مامة سانجو لساتيش انا سمعت انك لقيت شغل في حيدر اباد، هتسافر امتى؟ فبيقول لها قريب جدا يا ماما ان شاء الله. وبيقول لسانجو انت مش هتيجي معايا؟ فبيقول له خال سانجو ايه يا عم انت هي خناقه علشان تعزموا عليها؟ فبيقول له سانجو اطمن انا ماليش في الوظايف ووجع الدماغ ده، انا مش ممكن امشي من هنا ابدا واسيبك انت وبابا وماما. فبيقول له خاله لا يا اخويا سيبنا بالله عليك بدل ما نسيب لك الدنيا احنا ونرحل بسببك، وبعدين هو ايه المميز هنا يعني عشان تفضل لازق لنا جنبنا هنا؟ فبيقول له سانجو انت بتسالني ايه المميز؟ يكفي ان ماما وبابا واصحابي موجودين هنا وكل اللي بحتاجه بلاقيه. وبيغني سانجو وبيرقص مع اصحابه، وبيقول ان مكان نشأتك هو افضل مكان في الدنيا كلها. وبيقول الخال لسانجو انت هتفضل قاعد كده لحد امتى عاطل عن العمل؟ فبيقول له سانجو وهو انا قاعد على راسك؟ ما ماما وبابا فرحانين وما عندهمش اي مشكله. فبيقول له خاله دي سعاده مزيفه، ولو مش مصدقني اكذب عليهم وقول لهم انك مسافر على حيدر اباد علشان لقيت وظيفه هناك، وبعد ما تشوف رد فعلهم ابقى قرر بنفسك. فبيسمع سانجو كلام خاله وبيروح يقول لباباه ومامته خالي بيعرض عليا وظيفه في حيدر اباد وانا فعلا بفكر في الموضوع ده، انتوا ايه رايكم؟ فبيطيروا من السعاده. وبيقول له بابا اخيرا هقدر احط عيني في عين اي حد يقول لي ابنك عاطل عن العمل. وبتقول له مامته انا ليا صديق هناك ممكن تسكن معاه وما تقلقش هترتاح جدا وسطهم. وبيتصدم سانجو لما بيشوف حماسهم الغير متوقع ده، وبيعرف ان خاله كان عنده حق. وبتظهر انو في المحطه وبتقول لصاحبتها مني انت اتاخرتي كده ليه وانت بتجيبي الميه؟ فبتقول لها كان في واحد هناك لابس قميص احمر مخطط. وبيتصرف بوقاحه جدا. تصدقي اني بقيت اخاف اسافر من كاكيناد لحيدر اباد في القطر بسبب وقاحه الشباب، لانهم اول ما بيشوفوا واحده حلوه في القطر بيستنوا لما بتنام وبيتحرشوا بيها وبيهربوا على طول. وبتقول لها خدي بالك لحسن ابو قميص احمر مخطط يركب جنبك. فبتقول لها انو لا ما تقلقيش عليا انا بعرف اتعامل مع الاشكال دي كويس قوي، وبعدين مش ممكن شباب كاكينادا يتفوقوا على شباب حيدر اباد ابدا. وبيكون سانجو واصحابه قاعدين في ظهرهم وسامعين الكلام، وبيبص سانجو لصاحبه ابو قميص احمر وبيقول له بتبص لي ليه؟ مش انا اللي بيتكلموا عنه طبعا. وبيقول سانجو لاصحابه هي فاكره ان شباب كاكيناد منحطين قوي كده؟ طيب انا بقى هوريها ومش هخليها تعرف تنام النهارده. وبيقلع سانجو لصاحبه القميص الاحمر المخطط وبيلبسه هو. ولما انو بتشوف سانجو في القطر بالقميص الاحمر المخطط بتفتكر كلام صاحبتها وبتقلق منه جدا. وبيروح سانجو يقعد قصادها وبيفضل مركز معاها، وبتكون انو خايفه منه جدا. وبتسمع ان سانجو بيكلم واحد صاحبه وهي نايمه وبيقول انه هيتحرش بيها. ولما بيمد الكمساري ايده عشان يصحيها ويسالها على التذكره بتفتكره سانجو وبترش سبراي في عينه. وبيفضل سانجو يضحك عليها وبيوصلوا على حيدر اباد. ولما بتنزل انو من التاكسي قدام بيتها بتلاقي سانجو وراها، فبتخاف وبتجري ترن الجرس على باباها بسرعه. فبيفتح لها باباها الباب وبيبص يلاقي سانجو واقف على الباب، فبينادي عليه وبيقول له هو ده العنوان اللي انت تقصده. وبيقول فيشوانت لسانجو انا رنيت عليك كتير جدا عشان اعرفك ان بنتي راكبه معاك في نفس القطر لكن انت ما ردتش عليا. فبتسال انو باباها
هو مين ده؟ فبيقول لها فاكره صديقتي جياتري اللي حكيت لك عليها من كاكينادا؟ ده سانجو ابنها وهيسكن معانا لانه هيشتغل. وبيدخل سانجو وبيستريح في اوضته. وتاني يوم الصبح بيعرف فيشوانت سانجو على سيلاجا وبيقول له دي بنتي الكبيره وبتشتغل دكتور في الجراحه العامه. وبترن جياتري على سانجو عشان تطمن عليه. فبيقول لها سانجو ده انا لما اروح هقتلك. فبتقول له ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ فبيقول لها انت ازاي تبعتيني على بيت فيه 3 ستات؟ فبتقول له دول هم 2 بس، مين التالتة دي؟ فبيقول لها سيلاجا. فبتقول له دي مش بنتهم، دي بنت اصدقائهم وقاعده في النزل مش قاعده معاهم. لكن فيشوانت لما بيوعد لازم يوفي بوعوده مهما حصل. وبتحكي له ان لما كانت سيلاجا صغيره اتعرضوا اهلها الحادثه وقال باباها لفيشوانت وهو على فراش الموت انه كان بيحلم ان بنته تكون دكتور في الجراحه العامه. ففيشوانت وعده انه هيحقق له حلمه مع انه كان نفسه يدخل بنته انو القسم ده وعلشان وضعه المادي ما يسمحش فدخل سيلاجا الطب ودخل انو بنته هندسه. ومن وقتها مراته ما بتطيش سيلاجا وبتستاذن سيلاجا وبتمشي. وبتقول الام لانو ان باباكي فضل سيلاجا عليكي علشان يوفي بوعده لباباها. واول ما توظفت ما سالتش فيه وسابت البيت. ولما احتاج واحد تاني من اصدقائه فلوس للمساعده رهن بيتنا واداله الفلوس. وبعدها صاحبه خد الفلوس وهرب واحنا عايشين بالايجار اهو وبنسدد القرض. ودلوقتي كمان جايب لنا ابن صديقته يقعدوا معانا ومش مراعي ان عنده بنت شابه في البيت. خدي بالك لا يخدعك سانجو باسم الحب. فبتقول لها انو ما تخافيش على بنتك، بنتك راجل يا ماما. وبيطلب فيشوانت من سانجو ان يوصل بنته على الجامعه في طريقه. فبيقول له سانجو من عينيا. وبيحلق سانجو دقنه وبيظبط نفسه على الاخر لانه بيكون عنده انترفيو. وبياخد انو وبيوصلها في طريقه. وبيروح سانجو على الشركه وبيقول الموظف ده انا لسه جاي جديد هنا فين حاسوبي؟ فبيقول الموظف انت لازم تتدرب الاول وبعدين تاخد الحاسوب بتاعك. وبيروح سانجو على اوضه التدريب وبيكون تركيزه كله على البنات الموجوده. وبتلفت انتباهه ريتو وبيدخل المدرب وبيسالهم مين فيكم بيعرف حاجه عن المنظومه؟ فبيرفعوا كلهم ايديهم ما عدا سانجو. فبيوقفوا المدرب وبيساله هو. فبيفضل سانجو يستظرف وبيضحكوا الموجودين كلهم على كلامه. وبيفرح سانجو جدا لما بيحس ان ريتو مبهوره بيه. وبيقول المدرب لسانجو انت ازاي ترشحت للوظيفه دي؟ وبيساله عن هواياته. فبيقول له سانجو انت عاوز اللي كتبتها في السيره الذاتيه ولا الشخصيه؟ فبيقول له عرفني الشخصيه الاول. فبيقول له سانجو بروح السينما وبدخن من ورا اهلي وبلعب كريكت وبعكس البنات في وقت الفراغ. اما بقى اللي في السيره الذاتيه كتبت اني بقرا الكتب وبشاهد الاخبار وبتصفح الانترنت. يا ولد. فبيقول له المعلم ابوس ايدك ابقى اعرف اللي هتتجوزك بشخصيتك الحقيقيه قبل الجواز والا هتبقى كبش فدا. وبينهي الحصه وبيعدي سانجو ياخد انو من الكليه وهو مروح. وبتتضايق انو لما بتشوف سانجو بيدخن وبيترجاها سانجو انها ما تجيبش سيره لحد. وبيعتذر لها سانجو عن اللي عمله في القطر وبيقول لها انا مش سيء زي ما انت فاكره وعملت كده معاكي في القطر عشان اضايقك بس لما سمعتك بتقولي ان شباب حيدر اباد افضل من شباب كاكينادا. فبتقول له طب وايه اللي يثبت لي انك مش سيء؟ فبيقول لها امسكي برطمان الحبوب ده واساليني اسئله عشوائيه عن نفسي والرد اللي ما يعجبكيش خدي حبايه وحطيها في البرطمان الفاضي ولما تنتهي الاسئله كلها هعرف مدى نفورك مني وصدقيني هتغير. وبتساله انو انت جيت كام مره على حيدر اباد قبل كده؟ فبيقول لها دي اول مره وما كنتش عاوز اجي واسيب اهلي. فبتحط له حبايه فبيغير الاجابه فمش بيعجبها وبتحط حبايه تانية وتالتة ورابعه. فبيقول لها سانجو هو في ايه؟ ما تهدي شويه بصراحه كده انا جيت علشان بابا لانه تعب جدا وصرف كتير جدا عليا وعلى تعليمي على امل ان انا اتوظف واكون انسان كويس. فبتشيل الحبوب وبتقول له ردك ده اقنعني. وبيكونوا اصدقاء وبيطلع سانجو يدخن سيجاره بره. وبيكون الميكانيكي جيري بيحب انو وشايف ان سانجو منافس له. وبيقول الصبي بتاع جيري لسانجو على فكره معلمي بيحب انو من 2 سنين وما تحاولش ان انت تاخدها منه. فبيفرح سانجو وبيقول لجيري انت بتحبها بجد؟ طب احكي لي قصتك باختصار. فبيقول له جيري انا اول مره شفتها كانت رايحه الجامعه ووقعت في حبها وبعدها فتحت ورشتي هنا علشان اقدر اشوفها كل يوم وهي رايحه وهي جايه. فبيقول له سانجو ما تقلقش مني لاني معجب بواحده في المكتب اللي انا شغال فيه وفي احتمال ان اقع في حبها. وبيروح سانجو على التدريب وبيبص لريتو باعجاب وهي بتبص له وبيعبروا عن مشاعرهم لبعض على الموبايل. وبيطلب سانجو رقم تليفونها فبتديهوله وبتعزمه على قهوه. فبيوافق سانجو وبيشوفهم المدرب وبيطردهم هما الاتنين بره. وبيروح سانجو يقعد مع ريتو في الكافيه وبتطلب ريتو طلبات كتير جدا وبيكون سانجو مش معاه فلوس تكفي. وبيقول لها انا هدخل الحمام وارجع لك تاني. وبيروح سانجو للجرسون وبيقول له على فكره انا
جديد في حيدر اباد، ارجوك اكذب عليها وقول لها ان مفيش فطاير محمصه لاني مش معايا فلوس تكفي. فبيقول الجرسون ماشي انا هساعدك لاني اتحطيت في نفس موقفك ده. وبيروح الجرسون وبيقول لها انا اسف جدا يا فندم مفيش فطاير محمصه. فبتطلب كعك، فبيبص له سانجو فبيقول لها الجرسون مفيش. فبيسمعوا المدير وبيقول له ما الكعك كتير هنا اهو، انت بتكذب ليه؟ فبيضربه. وبيبص الجرسون لسانجو بغضب. وبعد ما بينزل الجرسون كل الطلبات بيرن موبايل ريتو وبتقول لسانجو انا اسفه جدا لازم امشي علشان بابا رن عليا. فبيشتمها في سره يا بنت اللذينه، وكمان بيطلب لها تاكسي وبيحاسب لها عليه عشان يبان قدامها يعني جنتلمان. وبيرجع على الكافيه وبيتصل على انو علشان تيجي تدفع له الحساب عشان معهوش فلوس. وبتفضل تذل انو في سانجو قدام باباها. وبيوصل سانجو انو على الجامعه وبتحط له انو فلوس في جيبه وبتقول له عشان ما تتحركش تاني لما تعزم صاحبتك على القهوه. وبيروح جيري ورا سانجو وبيقول له بالله عليك انت متاكد ان اللي بينكم صداقه بس؟ فبيقول له متاكد طبعا. وبترن ريتو فبيوري له سانجو التليفون فبيطمن جيري وبيسيبه ويمشي. وبيقضي سانجو معظم وقته مع ريتو وبيقربوا من بعض اكتر. وبتتصل ريتو على سانجو وبتقول له ايه رايك لو نتقابل النهارده؟ فبيقول لها لو في البيت ماشي. وبتفكر ريتو وبتقول لنفسها مش ممكن يعرض عليا الجواز وبتوافق. وبيفهموا الاتنين بعض غلط. وبتتحجج ريتو لباباها انها راح تزور بابا صاحبتها لانه مريض جدا. وبتخرج عشان تقابل سانجو في بيته. وبيتحجج سانجو لفيشوانتو وبيقول ان هو رايح شغل طارئ في المكتب وهيخلصه ويرجع على طول. وبيروح عشان يقابل ريتو في بيتها والاتنين بيتصدموا لما مش بيلاقوا بعض. وبيسأل فيشوانت ريتو عن سبب زيارتها لسانجو فبتقول له ان بابا كان بيعمل عملية وسانجو اتبرع له بدمه وانا كنت جاي عشان اشكره. وبيسأل بابا ريتو سانجو عن سبب زيارته فبيقول له كنت جاي اوضح لريتو بعض الحاجات في الشغل. فبيسأله بابا ريتو كذا سؤال في مجاله وبيلاقيه مش فاهم اي حاجة في اي حاجة. وبيوصل فيشوانت ريتو على البيت وبيدخل عشان يشوف باباها اللي عامل عملية. وبيتفاجئ بسانجو هناك وبيسأل بابا ريتو بنته مين دول؟ فبيقول له فيشوانت بقى معقولة تنسى اللي اتبرع لك بدمه لما عملت عملية في القلب وفقدت الذاكرة؟ فبيقول له باباها انا عملت عملية وانا معرفش. فبيستغل سانجو الموقف وبيقول لفيشوانت يلا نمشي لان خير تعمل شر تلقى. وبيقول الاب لبنته الناس دي مجانين ولا ايه؟ ما تعرفيهمش تاني. وبتتصل ريتو على سانجو وبتساله انت فين؟ فبيقول لها انا في المستشفى. فما بتخليهوش يكمل كلامه وبتجري على المستشفى من خضتها عليه. وبتدخل وبتلاقي جيري هو اللي عامل الحادثه فبتاخد نفسها من الخضه وبتقول له ده انا كنت هموت من القلق عليك. فبيقول لها سانجو سلامتك من القلق. وبتتصل مامة انو على سانجو وبتساله هي انو معاك؟ فبيقول لها لا. فبتقول له انها اتاخرت قوي وبرن عليها كتير لكن الموبايل بتاعها مغلق. فبيقول لها سانجو ما تقلقيش انا هشوفها. وبيقول سانجو ريتو خدي تاكسي وروحي وبيطمنيني لما توصلي. وبيجري يروح على الجامعه وبيدور على انو لحد ما بيلاقيها في المكتبه فبيطمن اول ما بيشوفها. وبترن ريتو عليه وبتساله في حاجه؟ فبيقول لها لا الحمد لله كله تمام. وبتعبر له ريتو عن مشاعرها وبتقول له انا بحبك قوي. فبيقول لها سانجو بس انا دلوقتي بس اتاكدت اني بحب انو قوي واللي بينا كان مجرد اعجاب وبس. وبياخد سانجو انو وراه على الموتوسيكل وبيحس انه طاير من السعاده وعايش معاها قصه حب جميله جدا وبيحاول يقرب منها بكل الطرق. وبيروح سانجو لجيري وبيقول انا وقعت في حب انو. فبيتصدم جيري وبياخد فيشوانت سانجو معاه في مشوار. وبيدخل فيشوانت يدفع الفلوس للمقرض وبيخرج يقول لسانجو ده البيت اللي انا بنيته لانو ورهنته علشان اساعد صديق ليا بس بامر الله انا هفك رهنه قبل ما انو تتجوز. وبيتصل واحد من الشغل على سانجو وبيقول له ريتو استقالت لانك رفضت حبها. وبيقول بابا انو لسانجو امشي بسرعه لان في واحد بيضايق انو باسم الحب وكلمتني وهي بتعيط. فبيروح سانجو وبيمسك اللي ضايق انو هو واصحابه وبياكلهم حته علقه لكن حقيقي علقه سخنه جدا. وكل ما بتقول انو لباباها على واحد بيضايقها بيروح سانجو وبيضربه بكل قوته. وبياخد فيشوانت سانجو معاه على بيت كريتيك وبيساله سانجو هو احنا هنا ليه؟ فبيقول له اصل كريتيك طلب ايد انو مني وانا جاي عشان ابلغه موافقتي لانه مسافر على امريكا النهارده وانا شايف ان هو انسب واحد له. فبيتصدم سانجو وبيبلغ فيشوانت كريتيك واهله انه موافق على الجواز. وبيقول له بابا كريتيك ابني هيسافر النهارده عشان يستلم وظيفته في امريكا وهيرتب نفسه ويرجع بعد شهر عشان نعمل الخطوبه والفرح. فبيقول له فيشوانت تمام وانا بوعدكم ان انو مش هتكون لحد غيره. فبيحزن سانجو جدا وبياخد قطعه من الاكل ياكلها لان من عاداتهم ان الاكل بيفسد العلاقات. وبيرجع فيشوانت على البيت وبيحكي لمراته وانو اللي حصل. فبتطير مراته من السعاده وانو بيكون رد فعلها عادي خالص وبتقوله اللي انت شايفه صح اعمله. وبيطلع فيشوانت يقعد مع سانجو على السطح وبيقوله انا سعيد قوي لاني اخيرا هقدر اجوز انو وهطمن عليها. وبيساله انت مش هتتجوز انت كمان ولا ايه؟ فبيقوله سانجو وهو حزين اتجوز ايه بقى؟ ما اللي بحبها خلاص جوازها اتحدد. فبيقوله فيشوانت وايه المشكله طالما لسه ما اتجوزتش وبتحبها؟ عرفني انت بس مين باباها وانا هروح اتكلم معاه. ده انت اي واحده تتمناك واللي هيناسبوك هيكونوا محظوظين. فبيقوله سانجو كفايه بقى انا مش ناقص.
فبيقول له فيشوانت يا ابني اعتبرني صاحبك واحكي لي قصة حبك. فبيقول له سانجو مش هينفع لان عندك بنت زيها وممكن تفهمني غلط. فبيقول له لا ما تقلقش خالص، انا برضو كنت في يوم من الايام شاب زيك وفاهمك كويس قوي. فبيقول له سانجو طالما كده اوعدني اننا هنكون صحاب لمدة شهر وانا هحكي لك كل حاجة لاني عارف من ماما انك عمرك ما بتخلف وعدك ابدا مهما حصل. فبيوعده فيشوانت وبيساله مين هي البنت اللي انت بتحبها. فبيقول له انا وبنتك. فبيتصدم فيشوانت وبيقول له بس انا وعدت كريتيك بجوازها ومتاكد انه هيصونها. فبيقول له سانجو وانت ايه اللي عرفك؟ فبيقول له فيشوانت لاني مراقبه بقالي مده طويله وشفت معاملته المحترمه مع كبار السن والستات. فبيقول له سانجو انت وعدت انك هتجوز انو للافضل، راقبني انا كمان ولو لقيتني انا الافضل جوزها لي والا هتكون بكده خلفت وعدك ليا. فبيتضايق فيشوانت وبيقول له امشي من قدامي دلوقتي. فبيقول له سانجو دلوقتي عاوزني امشي؟ ما من شويه كان عندك استعداد تروح تقابل بابا حبيبتي وتتكلم معاه، كلكم كأبهات تفكيركم واحد وما تعرفوش يعني ايه معنى ان واحد بيحب واحده وممكن يعمل المستحيل عشان يخليها كمان تحبه وتثق فيه وتسيب بيت اهلها وهي مطمنه انها هتكون معاه. فبيقول له فيشوانت بس انو مش بتحبك. فبيقول له سانجو ولا بتحب كريتيك، اوفي بوعدك ليا واعتبرني صديق لمده شهر ولو لقيتني مش الافضل لانو ابقى جوزها لكريتيك وانا بوعدك انكم ساعتها مش هتشوفوا وشي تاني ابدا. فبيوافق فيشوانت علشان مصلحه بنته. وتاني يوم الصبح بيستعد سانجو علشان يوصل انو في طريقه. فبيقول له باباها انا اللي هوصلها النهارده. فبياخد سانجو فيشوانت وبيدخل بيه الاوضه وبيقول له انت عاوز تحرمني من توصيلها ليه؟ فبيقول له عشان انا باباها ومن حقي اوصلها. فبيقول له طب وكصديق المفروض تعمل ايه؟ فبيقول له عادي باباها وعاوز يوصلها، ايه المشكله؟ فبيقول له لا الصديق عمره ما هيقول كده. وبيتصل سانجو على واحد صاحبه وبيسأله هيعمل ايه لو كان مكان فيشوانت. فبيقول له كنت هنايم كاوتش الموتوسيكل بتاع باباها علشان تركب معاك انت. فبيقول سانجو لفيشوانت سمعت انت وعدتني اننا نكون اصحاب، يلا بقى زي الشاطر كده روح نايم كاوتش الموتوسيكل بتاعك لان انت اللي جبته لنفسك. فبينفذ فيشوانت غصب عنه وبتركب انو مع سانجو وبيروح فيشوانت على شغله وهو متضايق جدا وبيتصل سانجو عليه وبيقول له انا عاوز اخرج اتغدى مع انو. فبيقول له فيشوانت انت هتستعبط ياض وهتستغل وعدي ليك وهتفضل كل شويه بقى تضايقني. فبيقول له سانجو انا مش هستفاد حاجه من مضايقتك وعاوزك تبص للموضوع كصديق وانت هتلاقيه عادي خالص. فبيقول له فيشوانت يعني انت عايز ايه مني دلوقتي؟ فبيقول له سانجو انا لما اتصلت على انو وطلبت منها نتغدى سوا قالت لي استأذن من بابا الاول وانا استأذنتك اهو، اتصل عليها بقى وقول لها انك موافق. وفعلا بيروح سانجو عشان يتغدى مع انو وهو فرحان جدا لكن بيبص بيلاقي فيشوانت معاها فبيتضايق جدا وبيقول له فيشوانت انا وافقت على الغدا كصديق وجيت مع بنتي كأب، عندك مشكله؟ فبيتخرج سانجو وبتطلب انو الاكل وبتستأذن وبتدخل الحمام وبيقول سانجو لفيشوانت يعني انا عازمها على الغدا عشان اتكلم معاها كلام شخصي وانت تيجي تقعد لنا كده. فبيقول له انت عاوزني اعمل لك ايه يعني؟ فبيقول له سانجو اتصرف بقى كصديق. وبيتصل سانجو على صاحبه وبيساله هتتصرف ازاي لو كنت في مكان فيشوانت. فبيقول له صاحبه هعمل حجه التليفون وهطلع بره واسيبك تقعد مع حبيبتك لوحدكم. فبيقول لي فيشوانت سمعت وبتيجي انو وبيرن سانجو على فيشوانت وبيقول لهم فيشوانت وهو متضايق جدا انا هطلع ارد من بره. وبيفرح سانجو وبيبدا يفتح الكلام مع انو لكن بيتضايق جدا لان كل ما بيقول لها على حاجه بتثني على باباها. وبيكون فيشوانت سامعها وفرحان جدا. وفي البيت بيحاول سانجو ان هو يلفت انتباه انو وهي بتذاكر لكن هي مش بتهتم بيه وبتركز في مذاكرتها وبس. وبيرجع فيشوانت على البيت وبيسأل سانجو بتعمل ايه؟ فبيقول له كنت بحاول الفت انتباه انو. فبيقول له بقى ما عرفتش الصبح تعمل معاها حاجه هتعرف دلوقتي. فبيقول له ان شاء الله هعرف، انا بعت لها طلب صداقه على الفيس ومستني منها انها تقبله. فبيقول له ان شاء الله مش هتقبله. فبتكسفه انو وبتقبل طلب الصداقه وبيبدا سانجو محادثه معاها وبيكون مبسوط جدا. فبتدخل انو عليه الاوضه وبتقول له لو عاوز تقول لي حاجه تعالى قولها لي بره وما تشغلنيش برسايلك الفاضيه دي لاني ورايا مذاكره كتير. فبيتكسف سانجو جدا وبيفرح فيشوانت فيه وبيقول له انا متشكر لاني بصداقتك خلتني اعرف مدى قوه بنتي. فبيقول له سانجو معنى كده اني ساعدتك، ساعدني بقى انت كمان كصديق وقول لي على فكره تخليها تقع في حبي. فبيقول له فيشوانت على كذا فكره لكن كلهم بيكونوا فاشلين. ولما بيزهق سانجو بيقول له انا هروح اعترف لانو بحبي واللي يحصل يحصل بقى. وبيروح سانجو وفعلا بيعترف لانو بحبه ليها وبيعبر لها عن مشاعره وبيسالها عن ردها لكن انو بترفض حبه. فبيقول لها سانجو انا مش هيأس وهفضل وراكي لحد ما تحبيني. وبيكون فيشوانت فرحان ان بنته رفضته وبيقعد سانجو في الاوضه وهو حزين. فبيدخل فيشوانت عليه وبيقول له انت مالك قاعد زي الواحده اللي خسرت جوزها كده ليه؟ فبيقول له سانجو سيبني في حالي بقى. وبتبعت انو لسانجو رساله
وبتقول له فيها قابلني الساعة 3 بعد ما الكل ينام عشان عايزة اقول لك على حاجة مهمة جدا. فبيفرح جدا سانجو وبيتصدم فيشوانت وبيكون متغاظ جدا، وبيطلع سانجو يقعد في الشارع من الساعة 11. فبيقول له فيشوانت لسه بدري، ادخل نام وانا هبقى صحيك الساعة 3 بالظبط. فبيقول له لا انا مش واثق فيه، وبيفضلوا مستنيين للساعة 3. وبتنط انو من فوق السور وبيستخبى فيشوانت قبل ما تشوف، وبتقول انو لسانجو شغل الموتوسيكل وامشي بسرعة قبل ما حد يشوفنا. وبيركب فيشوانت توك توك وبيروح وراهم على المحطة، وبيبص سانجو وبيلاقي مامته وكل اصحاب فيشوانت نازلين من القطر. وبتقول له انو بكره عيد ميلاد بابا وانا حبيت اعمل له مفاجأة. فبيتضايق جدا سانجو وبيفرح فيشوانت وبيكون فخور ببنته جدا بعد ما ظن فيها سوء. وبتصحي انو باباها الصبح وبتهنيه بعيد ميلاده هي واصحابه كلهم، وبيعمل فيشوانت ان هو متفاجئ وبيحتفل معاهم وهو مبسوط جدا. وبيعزم فيشوانت اصحابه كلهم على فرح انو. فبتساله مامة سانجو هو جواز تقليدي ولا عن حب؟ فبيقول لها تقليدي. وبيرد سانجو وبيقول لمامته انا بقى هتجوز عن حب. فبتفرح جدا وبتقول له انت وقعت في حب بنت هنا؟ طب قول لعمك فيشوانت عليها وهو هيروح يخطبها لك. فبيقول لها فيشوانت وماله، خليه يقول على اسمها وعنوانها وانا هروح اخطبها له دلوقتي حالا. فمش بيتجرأ سانجو ان هو يقول على اسمها، وبيقول لهم لما بقى الاقيها الاول انا بقول هتجوز عن حب مش وقعت في الحب. وتاني يوم الصبح بيمشوا اصحاب فيشوانت، وبتقول مامة سانجو لفيشوانت لما بنتك تتجوز ابقى هاتها هي وجوزها يحضروا مهرجان القرية عندنا. فبيقول لها طبعا ان شاء الله. وبيتخيل سانجو انه عايش قصة حب مع انو، وبيغنوا وبيرقصوا. وبيقابل فيشوانت اهل كريتيك وبيكونوا بيتسوقوا وبياخدهم معاه على البيت. وبتقول مامة كريتيك لانو ده ابن نفسه يتكلم معاكي. وبتستأذن فيشوانت وبتديها التليفون تكلمه. وبيقول لها فيشوانت انا اشتريت خواتم الخطوبة بس ربنا يستر ويطلع مقاس كريتيك مظبوط. فبيقول له بابا كريتيك جربه على صابع سانجو ولو بقى مظبوط عليه هيبقى مظبوط على ابني. فبيتردد فيشوانت لكن مش بيلاقي مفر، وبيلبسه لسانجو وبيطلع مظبوط عليه جدا. ولما بيجي يقلعه مش بيرضى يطلع من صبعه. فبتاخده انو عشان تقلعه له بالميه والصابون لكن بتلاقيه بيتألم. وبيكون سانجو حزين جدا وبيدخل فيشوانت الأوضة وبيقول له كفايه لحد كده لان انو مش بتحبك وموافقه على الجواز برغبتها، حرام عليك بقى ما تشتتش قلبها وتفكيرها. وبتبعت انو لسانجو رساله وبتقول له قابلني الساعه 1 بعد ما الكل ينام. فبيقول له فيشوانت انا اخويا جاي من السفر واكيد عايزاك تروح تجيبه معاها من المحطه علشان تفاجئني، ابقى اخرج لها انت انا مش جاي معاه. وبيخرج سانجو وبيقابل انو الساعه 1 وبتخيب ظنه بانها بتقول له تعالى نروح على المحطه، وبتقول له انا بحبك وعاوزه اتجوزك وبتعبر له عن مشاعرها. فبيفرح سانجو جدا وبيحضنها وبيقول لها ما تقلقيش ابدا انا هتكلم مع باباكي وهقنعه بجوازنا. فبتقول له بابا مستحيل يخلف وعده لكريتيك، تعالى نهرب ونتجوز وانا عارفه ان بابا هيتضايق انما بعد كده لما يشوفني سعيده معاك هو كمان هيبقى سعيد علشاني. وبيدخل سانجو على فيشوانت وبيلاقيه بيتفرج على ألبوم الصور بتاع انو وهي طفله صغيره وبيكلمه عن احساسه بالالم لانها هتتجوز وتسيبه. فبيقول له سانجو انا اعترفت لي بحبها وطلبت مني اخدها ونهرب عشان نتجوز. فبيغضب جدا فيشوانت وبيقول له انا هروح اسالها. فبيقول له سانجو لسه في 12 ساعه على وعدك ليا يا صديقي، هتساعدني اهرب مع حبيبتي ولا هتخلف وعدك ليا؟ فبيساله فيشوانت انت عملت ايه؟ فبيقول له حجزت تذكرتين الساعه 4 وهاخد انو على بيتنا. فبيقول له خد بالك منها. وبينام فيشوانت وهو حزين. وتاني يوم الصبح بيصحى فيشوانت وهو عارف ان سانجو وبنته هربوا مع بعض، لكن بيتفاجئ لما بيشوف ان انو خارجه من اوضتها. وبيتصل على سانجو وبيساله انت ما خدتش انو معاك ليه؟ فبيقول له سانجو زي ما انا صديقك انت كمان صديقي وما كانش ينفع اشوف بنتك بتهرب واسكت، وعلشان كده انا ضحيت بسعادتي عشان سعادتك انت. وبتستعد انو لفرحها وهي حزينه. وبعد كام يوم بيروح فيشوانت بعيلته على القريه، ولما بيتكلم فيشوانت مع سانجو بيلاقيه حزين جدا وبيعرف قد ايه هو شهم واخلاقه كويسه لانه مرضاش يهرب مع بنته علشان يحافظ له على سمعته قدام الناس. وبيعرفوا فيشوانت انه خلاص لغى جواز انو في اخر لحظه علشانه هو، وبيقولوا انها مستنياك في المحطه. فبيطير سانجو من السعاده وبيجري على المحطه وبياخد انو في حضنه وبيعيشوا مع بعض في سعاده. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاه في مواعيدها. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو اول مره تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه، وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.